اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء السعادة على عيونكم. النهاردة بقى ليلة حلوة قوي، ليلة مفترجة كده بتتعاد من السنة للسنة. ليلة رجب، ربنا يا رب يرضيكم. طبعا الدعوة فيها بتبقى مستجابة قوي. ما تنسوش اللي انتوا تدعوا بجد. ربنا يكرمكم يا رب بكل حاجة انتوا بتتمنوها. اللي نفسه يتجوز، اللي نفسها ربنا يرضيها بنونه او نونه، كل حد بيتمنى حاجة يا رب ربنا يرضيه بيها. وهنا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول، ونشوف بقى وصفتنا اللي في حتة بصوا 13 خالص جامدة جدا. طبعا جبت القمح او الغلة، شوفوا انتوا بتقولوا عليه ايه. طبعا جبته نقعته 6 ساعات، وبعد بقى ايه ما نقعته وحسيت اللي هو ايه يعني، تحسوا اللي غلة يعني كبرت سيكة كده. جبت بقى الحلة وضفتها في الحلة، وضفت عليها المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وضفت عليها معلقة سكر عشان تبقى مسكرة زي قلوبكم كده. وهسيبها بقى تغلي لحد ما يبلها صحاب زي ما بيقولوا، لحد بقى ما تفشر معانا كده وتبقى الحباية إيه يعني كبيرة قوي كده وتبقى باينة معانا. تمام لحد هنا تمام. وبعد كده ايه جبت اللبن بقى، جبت كيلو من اللبن. ودي بصوا القمح لما بصوا فشر معانا كده وما شاء الله كبر. يعني الواحدة ايه بانت من وانتي بتغليها كده. المهم بقى جبت كيلو لبن ضفته كده في الحلة، وبعد كده صفيت القمح كويس قوي ونزلت بيه على اللبن. ودلوقتي هقلب تقليب مستمر طبعا، وهوطي علشان اللبن ما يفرش مننا. وهنزل دلوقتي بقى بمعلقة يا جماعة، اقسم بالله بتخلي البليلة دي في حتة تانية خالص، بتبقى تحفة. طبعا دلوقتي هضيف السكر. انا ضايفه نص كوبايه سكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا كانت مناسبه قوي، ما حطيتهاش كلها كمان. طبعا السكر على حسب الرغبه. بتني بقى تقلبي تدوبي السكر بقى مع البليله مع اللبن. وبعد كده هنزل بقى دلوقتي بمعلقه نشا متدوبه في ربع كوبايه ميه، هضيفها دلوقتي. وهنزل بالفانيليا. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. دي معلقة النشا اللي متدوبة بربع كوباية مية. وهنزل دلوقتي بالفانيليا، والمعلقة بقى اللي انا قلتلكوا عليها بجد خطيرة، بجد تحفة تحفة تحفة. بتنقل البليلة دي اقسم بالله. كان طعمها بصوا كان ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا والشفا على قلبنا، كانت حلوة قوي. هنا بقى دي الفانيليا. وهنزل دلوقتي بمعلقة من السحلب. هتقولولي سحلب مع البليلة؟ جربي جربي وبلاش تستخسري، كتري وبلاش تستخسري. هنا بقى السحلب. هتلاقوني بقى نزلت دلوقتي بمعلقة، بجد بتنقلها في حتة تانية، بتخلي طعمها ميكس كده خطير. هقلب بقى كويس قوي لحد ما تبدأ تغلي معايا. وبعد كده ايه اللبن هيبدأ اللهم بارك اول ما يبدأ اللي هو يغلي معايا كده خلاص. ما شاء الله البليلة خلصت. هقفل عليها بقى، هطفي عليها دلوقتي. وهضيفها بقى في البولات في الكاسات في الحاجة الموجودة عندك. وهنا بقى ضفتها كده في البولات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وقطعت بقى سوداني قطعت موز، وقطعت تفاح، وضفت بقى سوداني من اللي هو فيه الشوكليت ده. بصوا ما شاء الله كان الطبق بجد بألف هنا وشفا، كان حلو قوي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم